هو انت عبيط يا عبيط؟ والله انا وانت عبط والله. يعني في كام آية كده لما الواحد بيقف قصادهم وتدبرهم كده الدنيا بتختلف معاه خالص يعني. إبليس بقى واللي عمال ممشيك بقى بمزاجه. يعني وأقول لك بمزاجه ليه يعني، وهو نفسه اللي قال كده وربنا قال كده يعني. اللي هو نفسه اللي قال لربنا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن ذريته يعني أركبهم زي الحمير، يعني أحتنكن يعني اللي هو اللجام بيتحط كده في البق زي بتاع الحمار، يجيبه يمين يروح يمين، شمال يروح شمال. فأنت متخيل هو بيوصفك إزاي؟ إبليس بقى اللي أنت ماشي وراه ده، شوف هو حطك ازاي او بيصورك ازاي. فربنا بقى ايه؟ قال له: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يعني اللي يتبعك جهنم، تسعة من الحبايب ألف يعني. طيب، لما يجوا بقى في الناس اللي في الجهنم دي بقى، وتقول لإبليس بقى ايه؟ ده احنا الحقنا، ده احنا كنا معاك، ده احنا انت على طول في ظهرنا، تعالى طيب طلعنا، اعمل لنا اي حاجة. فربنا قال ايه بقى؟ وقال الشيطان لما قضي الامر، خلاص بقى قضي الامر، خلاص يوم القيامة اللي في الجنة في الجنة واللي في جهنم في جهنم. إن الله وعدكم وعد الحق. ربنا راسم لك الطريق وقايل لك السيناريو وقايل لك كل حاجة من الأول، المفروض أنت تعمل إيه. ووعدتكم فأخلفتكم. وأنا عمال بقى إيه؟ طلعت لك لساني يعني هو فعلا كأنه بيقول لك إيه؟ أنا ما ضربتش حد على إيده يعني، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ماليش سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنا ما عملش حاجة، أنا بس زنيت في ودنك، فأنت قلت أمين. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قضي الأمر، خلاص يعني خلص الكلام. كل هيجي بقى يعني كأنه واقف إبليس بيخطب في الناس اللي في الجهنم، يعني بيقول لهم: انتوا تبعتوني؟ لا، انا ما ضربتش حد على ايده، تمام، وبيطلع لك لسانه يعني، تمام. وهو عايز كده، ما هو يعني مش قال: لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته. يعني هو مبسوط بكده، هو مبسوط ان انت في جهنم يعني، تمام. لان هو قايل لربنا كده: انا هخلي الناس دي تدخل جهنم، هخلي الناس دي ما تعبدكش، هخلي الناس دي تغفل عنك، هخلي الناس دي تبعد عن القرآن، هخلي الناس دي ترابي، هخلي الناس دي تختلس، هخلي الناس دي تكذب، هخلي الناس دي هخلي. واحنا زي ما وصفنا كده بالظبط، زي اللي لا مؤاخذة، تمام، وهو راكبنا ويمين يمين، شمال شمال. وللأسف دي مش حاجة غايبة يعني، أو حاجة مثلا ربنا سايبها لنا للآخر مثلا، هنكتشفها يعني لما إن هو هيقول لنا الكلام ده. لا، ده ربنا في القرآن قايل لك إبليس في يوم القيامة هيقول لك الكلام ده. يعني السيناريو كله مكتوب. فلما يجي مثلا انت في اوضه وليها بابين، ويجي يقول لك: الباب اللي على اليمين ده لو فتحته هتلاقي نار وهتتحرق، والباب اللي على الشمال ده انت لو فتحته هتخرج سالم غانم. فانت زي العبيط بقى تفتح بتاع النار طب ما انا قايل لك يا ابني من الاول. فنفس القصة يعني، أنا ربنا في القرآن آيات كتير، بس نتدبرها يعني، أو نرجع للقرآن بمعنى صح. كل حاجة مرسومة وكل حاجة مكتوبة، كل السيناريوهات اللي هتحصل لك، ويوم القيامة هيحصل ايه في القبر، وكل حاجة مكتوبة. ف بس احنا المشكلة ان احنا بنتغافل، المشكلة ان احنا ابليس راكبنا زي ما انا قلت يعني. فربنا يعافينا ان شاء الله من نار جهنم، ويرزقنا الجنة ان شاء الله. وارجع اقروا القرآن يا جماعة، اقروا القرآن، مش مجرد ان انتوا تقروا. انا كنت بقرا بس ما كنتش بتدبر يعني. فلما تتدبر لا، هتلاقي حاجات كتير كده
هتغيرك وهتقويك يعني. تمام. فربنا يجازينا ويجازيكم خير إن شاء الله، ويرزقنا الجنة ونعيمها إن شاء الله.